المشوي، ايوه المشوي. عقبال عندكم كده يا جماعه ان شاء الله عاملين مشويات. إيه هي المشويات يا نشوى؟ عاملين طرب وكفته مشويه زي بتاعه الحاتي بالظبط من غير ما تفك معاكي، وكمان التتبيله مميزه. صلي بينا على النبي كده ودعوه حلوه من قلبك لاختك نشوى، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا هو الطرب، او بلغه الجزارين هو اسمه المنديل. طيب المنديل اللي معانا دوت منديل للضاني. طبعا الناس كتير ما بتذبحش، فممكن تروحي عند الجزار تقولي له انا عايزه منديل ضاني هديهولك بالشكل ده. الاول بنبتدي ان احنا نسيبه في التلاجة شويه يتشمع معانا كده ويمسك في نفسه، وبعد كده بنشيل منه الاطراف اللي هي بتبقى سميكه، ونبتدي ان احنا نقطعه بشكل معين. ايه هو الشكل المعين عشان ما يفكش منك؟ تقطعيه على شكل كده ايه، يبقى مثلث، يعني لازم يبقى فيها حته مدببه، علشان خاطر لو قطعناه مربعات هيفك منك على طول لما نيجي نحشي. بعد ما بقطع الكميه كلها، وحاولي ان هيك يعني لما تيجي تقطعيه تبقى الاجزاء اللي انت بتقطعيها او القطع تبقى كبيره شويه. ببتدي ان انا اعمل تتبيله بسيطه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بجيب نص كوبايه ميه وعليهم بقى بصلتين حلوين كده على قد كميه اللحمه المفرومه اللي احنا هنعملها، واضربهم حلو قوي. بعد كده ببتدي ان انا اصفي البصل ده حلو قوي، لان انا عايزه اخد هنا ميه البصل، وطبعا مش هنرمي البصل. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. بروح بقى اعمل ايه في بوله عندي، بضيف ملح فلفل اسود وبابريكا واقلبهم تقلبتين، واسيب ايه الحبه دول كده على جنب علشان هنستخدمهم. هقول لكم ليه دلوقتي. بروح اجيب بقى البصل اللي هو الجاف اللي بدون ميه خالص، واضيف عليه كميه الطرب اللي هو السميك اللي احنا قطعناه مع بعض، واروح ضايفه عليه كمان اللحمه المفرومه. كميه اللحمه المفرومه اللي معايا النهارده هي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، ويا ريت يبقى فيها نسبه دهون شويه عشان هو ده اللي بيحلي الكفته ويحلي الطرب بتاعنا. بضيف عليهم بهارات، ايه هي؟ بضيف بابريكا وفلفل اسود كبيبه صيني، وكمان بضيف عليهم جوز الطيب وملح. اكتر من كده ما تضيفيش وما تكتريش الملح. بضيف عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، او ممكن تضيفي قرنين كده حلوين من الشطه الحمراء. بتضربيهم حلوة قوي لحد امتى؟ لحد لما اللحمة المفرومة تسمغ معانا. يعني ايه تسمغ معانا؟ يعني تيجي كده تعجنيها او تمسكيها تلاقيها عاملة زي العجينة، ما تبقاش باينة اصلا ان ديت فيها قطع لحمة مفرومة، ويبقى كل المكونات اللي فيها امتزجت مع بعضها. بروح بقى ايه للطرب بتاعنا بنعمله ازاي؟ بنجيب طبعا مية البصل اللي احنا تبلناها في الاول، ونضيف قطعة كده الطرب فيها، نتبلها بمعنى اصح. نجيب حتة لحمة مفرومة كده حلوة نكورها، ونبتدي نلفها كأننا بنحشي ورق عنب، وتقفلي من الجناب حلو قوي علشان ما يفكش منك. لان خلي بالك ان الطرب ده عبارة عن مجموعة الدهون، اول لما هيتحط على النار هيكش على طول والدهون دي هتسيح. فانا مش عايزة اللحمة تطلع بره الطرب، لا انا عايزاهم يبقى كلهم جوه بعض. طيب بعد ما بخلص الكمية كلها والحمد لله عملوا لي كمية حلوة، بروح بقى لايه؟ لاسياخ الكفتة بتاعتنا، الكفتة المشوية اللي هي الحاتي بيعملها، مش الكفتة اللي احنا متعودين عليها اللي بنعملها في البيت. طب يعمل ايه عشان ما تفكش مننا؟ ناس كتير بتعملها في البيت وبتفك منها. بتجيبي اللحمه المفرومه، واهم حاجه اللحمه هنا معاكي ما يبقاش فيها نسبه سوائل خالص. علشان كده احنا في الاول صفينا البصل حلو قوي قوي من الميه. ببتدي ان انا اصبع اللحمه وايه، ابل ايديا كده في ميه البصل، واروح ايه اصبع. وبعدين لو لقيت الصباع كده صباع الكفته كبير اروح اسمتنين. اهم حاجه تقفلي من الجنبين. وهكذا الطرب، بتبتدي ان انت تجيبي الطرب وتضيفيه في الاسياخ علشان اضمن عمليه التسويه من جواها. يعني ايه؟ انا عايزه اللحمه مستويه من جوه ومن بره. طبعا هنا عشان انا بصور في المطبخ فما حبيتش ان انا اضيف الكميه كلها، لان كنا هنتفضح يا جماعه. احنا اتفضحنا في البلكونه، هنتفضح في مطبخ وبلكونه. ابتديت ان انا اشويهم على الفحم. بالمناسبه ممكن نشوي على الجريل للناس اللي ايه ما بتحبش تعمل هيصه بقى وبلكونات وفحم ودخان وكده. ممكن نشوي على الجريل، ممكن نشوي في الفرن. التتبيله دي تنفع ان انتوا تستخدموها لاي انواع مشويات. يعني انتوا حابين تشووا فرن، جريل، فحم، اللي تحبوه. اهم حاجه ان احنا النهارده عملنا كفته مميزه جدا جدا متماسكه زي ما انتوا شايفين. اما الطرب ده مش قادره اقول لكم على كميه الكوليسترول بقى اللي فيه، حاجه كده سعرات حراريه عاليه جدا. يعني ما انصحش ان انتوا طبعا تاكلوا منه كميات كبيره، لان هو فعلا تقيل ودسم وعايز الناس الاكيله قوي قوي. يعني انا اكلت 2 كنت حاسه ان خلاص كده الدنيا خلصت معايا. انا كده خلصت فيديو النهارده. اتمنى ان فيديو النهارده والمحتوى دوت يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم شجعوني بلايك كتير وشير كتير. منشونوا اصدقائكم اللي بيحبوا المشويات. بحبكم جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.